السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني احلى اخوات في الدنيا. صباحكم هنا، صباحكم ورد، صباحكم فل وياسمين على عيون احلى واجمل اخوات في الدنيا. ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد، والفيديو النهارده تستمتعوا معانا جدا. زي ما شفتوا بداية الفيديو ان احنا هنخبز وهنعمل كفتة روتين فلاحي كده جميل من قلب الريف. في الاول كده حابه ارحب باخواتي ومتابعين الجداد، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني في قناه دفا الريف مع ياسمين. ودي قناتي التانية، عندي قناه تانية كبيره لكن القناه دي لسه فاتحاها جديد. اتمنى كده تشتركوا فيها وتشجعوني باللايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان كل يدخل معانا. وانتظروا فيديوهات جايه احلى واحلى واحلى ان شاء الله. الفيديوهات الجايه تعجبكم جدا. يلا بينا. انا عملت قهوه زي ما انتم شفتوا في بدايه الفيديو، وهنشربها كده واحنا بنشتغل علشان الواحد قايم كده مصدع ونفسيته مش احسن حاجة. فانا جهزت كده الحاجة بتاعتي، خدت العجان غسلاه وسايباه ينشف قبلها بيوم، وجهزت بقى معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. بس دول اللي هحطهم وهنعجن بمية. هنعمل شوية عيش بلدي كده، يعني اول مرة اعمله بالطريقة دي. هو ما كانش حلو قوي واو، وما كانش وحش، بس هو كان ناقصه شوية خميرة كمان. فلو هتعملوه بالطريقة دي حطوا معلقتين خميرة بدل من معلقة واحدة. بس هو كان ناقصه الحاجة دي. انا بحب اقول لكم على كل حاجة بكل صراحة علشان ما حدش يغلط، وانا مش هستفاد حاجة انكم تعملوا الحاجة وحشة، بالعكس هزعل عشانكم. وانا عايزاكم تعملوا الحاجه وتطلع احلى مني بكتير. الفيديوهات بتاعتي يا جماعه مش فيديوهات تعليميه، احنا كده بنشارك روتيننا ويومنا ونظامنا. والبنات اللي لسه اول مره تدخل المطبخ، البنات اللي لسه متجوزه جديد وبتتحمل مسؤوليه، كلنا كده في بدايه الجواز. عايزه اقول لكم ان يعني نبقوا داخلين كده حياة كأننا احنا خلاص احنا كده كبرنا بقى واحناش هنعمل حاجة. لا، احنا داخلين على مسؤولية كبيرة احنا مكناش قدها ولا كنا بنعمل كده. انا واحدة من الناس مكنتش بعمل حاجة عند بيت اهلي لان خلصت الثانوي، وبعد كده دخلت الجامعة. وانا لسه في الجامعة اتجوزت، يعني متجوزة وانا في تانية جامعة، وخلفت وانا في الجامعة. فكانت عليا مسؤولية كبيرة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يعني انا جوزي ملوش خوات بنات، واخواته صبيان يعني اصغر منه، هو الكبير. فانا لما دخلت شلت مسؤولية بيت وعيلة واسرة وكلية واطفال. يعني عايزة اقول لكم انا شفت اللي محدش شافه في بداية جوازي، ولسه لحد الان والله، لان لسه لحد دلوقتي برضو لسه ما حدش اتجوز غيري. فانا شايله كل حاجه. فنفضل ونقول ربنا يدينا الصحة ويعيننا، ونفضل نعمل ونساعد. ما تبخلوش بصحتكم وما تستكتروش حاجة في حد. اعملوا اللي يرضي ضميركم ويرضي ربنا، وسيبوا الباقي على ربنا، لان هو مش هيديكوا حاجة غير الخير. لا، ألا جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني الإحسان جزاء الإحسان، والخير جزاء خير. لكن الشر، يعني اعرف ناس بتجيب في سيرة الناس وبتتكلم عليهم، والله ربنا بيبتليهم باشد المصائب. ربنا بيعاقبهم، ربنا بيعاقب في الدنيا وفي الاخرة. فكروش انكم تعملوا حاجة وهتعدوا بيها، ده مستحيل، مستحيل جدا جدا جدا. فما تبخليش بصحتك، لان الصحة مش بتتحوش. ما تجيش على نفسك وتبهدلي نفسك قوي عشان ما تتعبش بعدين، لكن اعملي قدر المستطاع بتاعك. محدش يطلب منك حاجة وتقدري تساعديه وتقولوا له لا. ليه؟ لان ربنا هيزودك، ربنا بيزيد لك البركة في اللي فاضل. ما تقوليش لا انا ما عنديش، انا ده على قدي. لا، لو عندك حاجة ادي ربعها وخليك التلات ارباع، ربنا هيبارك لك في الباقي. فادي وكرمي الناس، ومتبخليش بصحتك على حد. اعملي ربنا يقدرك حلو عليه في الدنيا. بطلوا يعني. في ناس بتبقى واقفة لبعضها على حاجات، وبيشدوا ببعض ويسبوا ببعض وينهبوا ببعض ويقووا جوازهم على اخواتهم. يعني الواحدة تاخد بقى عقل جوزها كده وتقعد تزن عليه، ده اخوك عمل، ده مرات اخوك عملت، ده اختك عملت، ده اخوك كده. بلاش بلاش تشتكوا. شفتوا حد عامل اسلوب مش كويس ومش عاجبكم، حاولوا تتكلموا معاه وتفهموا معاه. ما قبلش والله نصيحتك، ابعدي. البعد بيريح، لكن ما تزنيش. خدي رأي جوزك، خدي اذنه، لكن ما توقعيش بينه وبين اهله. ما تقوهوش على امه، ما تقوهوش على ابوه، ما تقوهوش على اخواته. لان الحاجات دي كما تدين تدان. اللي هتعمليه النهارده هتلاقيه بكره.
بس انا حبيت اقول لكم الكلمتين دول بحكم ان انا في بيت عيله وكده، فحبيت ان انا اقول لكم الكلمتين دول لعل وعسى حد يكون محتاج كلمه من اللي انا قلتها. وتاني مرة بقول لكم ان الفيديوهات بتاعتي مش فيديوهات تعليمية، الفيديوهات بتاعتي بحب ان انا اشارك كده معاكم الروتين بتاعي. والفيديو جاي جميل جدا يا بنات، اشتركوا في القناة عشان تشوفوه، انزلكوا بعد يومين من الفيديو ده، لان انا مصوراه حالا معايا، هو موجود على الجهاز لكن لسه هياخد مونتاج وكده. التصوير والشغل والله بياخد تعب ومجهود كبير قوي، ان انا اقعد اصور وامنتج واسجل صوت، حاجات كتير مسؤولية كبيرة. فمحتاجة دعمكم كده ليا باللايك، وسيبولي كومنتات كتير، قولوا كده بتتابعوني من اي بلد، واكتر حد هيكتب لي كومنت يعجبني حطوا كومنت على الشاشة كده في الفيديو الجاي. يلا خلينا نبدأ كده بسلسلة تشجيعات، وهثبت تعليق في اول كومنت مثبت. اول تعليق هينزل على الفيديو ده هثبته في التعليقات. تمام. انا كده زي ما انتوا شفتوا عجنت، حطيت على العيش ده الخميرة والملح والسكر، ورحت حطيت علبة واحدة رد على الدقيق، والباقي دقيق علامة من اول عين، دقيق قمح مش دقيق فينو. تمام. انا ما عنديش عايزه اقول لكم انا كنت بحاول اعمل العيش ده ريان ابني اللي هو ده، او قال لي يا ماما نفسي اكل عيش قمح، فانا ما عملتوش قبل كده خالص ولا حتى شفت حد بيعمله. فانا سمعت كذا فيديو كده يعني ايه، وعملت، بس مش عايزه اقول لكم هو كان عايز بس شويه خميره كمان عشان يقب معايا في الفرن، لكن هو كان طعمه حلو قوي. تمام. ف مفيش احسن من انك تخبزي في البيت كده وتاكلي الحاجه والعيش سخن وريحه الخبيز في البيت كده، مش عايزه اقول لكم جمال وحلاوه وطعم. عارفه انت ممكن تخبزي في فرن البوتاجاز لو انت مش في الريف وكده، ممكن تخبزي الحاجات دي في فرن البوتاجاز عادي. لو كيلو واحد دقيق مش لازم تعملي 2 و3 كيلو. اعملي مثلا مرة في الاسبوع كده عيش، واعملي بتنجان مشوي، بطاطس مشوية مثلا، ممكن تعملي كبدة كفتة بتنجان اي حاجة. يوم كده يكون في حرمشة كده بيبقى احلى من يوم اللحمة والسمك والحاجات دي، بيبقى يوم تحفة. جربوا كده تعملي الاجواء دي كده وترجعوا اجواء زمان، والله العظيم تحفة. هو العيش اهو بصوا، هو طالع تحس ان هو ناشف كده، لكن متحط على بعضه بيسخن معانا. واهم حاجه بقى النظافه، انك بتنخلي الدقيق كويس ما فيهوش اي حاجه، مش زي العيش اللي بتشتري من بره اصلا انت مش عارفه هو منخول ولا لا، في ايه، ممكن يكون مدوب او مسوس. مش عايزه اعرفكم، لكن والله ده اللي بيحصل. تعملوا شويه فول وشويه طعميه كده في البيت مع شويه العيش السخنين دول. اه بقى، واللي عامل دايت ما يسمعنيش. اللي عامل دايت ما يسمعنيش يا بنات. عايزه برضو اطلب لو حد كده بيسمعني ومتابع الفيديو وصل معايا لحد هنا، لو انتوا عاملين دايت وماشيين على حاجه معينه وجابت معاكم نتيجه، ممكن تقولوا لي في التعليقات، عشان انا بجد عايزه، وعندي اراده زيرو. كل المشكله اللي عندي ان انا ارادتي زيرو، عنديش اراده خالص، فعايزاكم تشجعوني، عايزه تشجيع قوي 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 منكم في التعليقات، لان عايزه ابدا بقى معاكم كده يعني رحله التخسيس. عايزين نخس من الوزن ده اللي هو مش عارفه كام. مش هقول لكم كام يعني، نوصل 62، يعني 62، مش عايزه اقول لكم، لا هيبقى جميل يعني، وزن كويس جدا ومناسب، وهو المثالي المفروض ابقى ماشيه عليه بالنسبه لطولي ولسني. تمام. فشجعوني بقى في التعليق. ولادي بقى بيحبوا اكل بره، لان احنا مش بنخرج دايما. هما قالوا لي يا ماما اعملي لنا عيش سخن، اعملي لنا كفته كده، فعملت لهم والله ريحه الكفته ريان وبراء، قالوا لي تسلم ايدك يا ماما على الكفته من قبل ما ياكلوها، لان ريحتها كانت تحفه. والله ما كنت حاطه عليها بهارات كباب ولا اي حاجه، شويه توابل، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود، شويه كمون، وشويه 7 بهارات، و ايه تاني، بس ما حطيتش حاجه تانية. حطيت بقى بيضه، البيضه بتخليه متماسك كده والنافش من جوه مش مكتوم، وحطيت معلقه كمان من البيكنج باودر ومعلقه من النشا. تمام. حسب الكميه بقى اللي انت بتعمليها، ما تكتريش، ممكن تحطي بقسماط بدل النشا، ممكن تحطي نص كميه بقسماط ونص نشا. الحاجات دي بتخلي الكفته تحفه. لو انت بقى تعمليها في سيوف هتبقى رقيقه معاكي وحلوه كمان عن كده. انا خليت قلبها فاضي
وعايزه اقول لكم ان هي ما خستش خالص، لان انا برضو حاطه عليها شويه دهن، هتفضل زي ما هي. شوفوا دلوقتي شكلها، وهي برضو نفس القصه، ما خستش حاجه يعتبر، لان شايفين ما نزلتش اي دهون ولا اي سوائل. الدهون كانت مناسبه، بل كانت قليله كمان شويه. حبيت بقى اديلها ريحه الفحم، فجبت فحمايه كده حطيتها في ورقه فويل. طبعا فحمايه مولعه، بعد الكفته ما خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، طلعتها كده قمت رايحه حاطه الفويل في قلب الصاج. بس طبعا ايه تصوير، ما كنت بصور في ايدي في الوقت ده، فمش عارفه اظبط لكم الدنيا. اول ما تطلع دخان كده نقوم جافين عليها اي صينيه علشان تدينا الريحه الحلوه. حبيت اعمل كام كوره كده، الريان وبراء بيحبوها بالشكل ده، لونها جميل من فوق ومن تحت، تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. لو عملت على سيوخ دي مش عايزه اقول لكم بقى على الجمال. الفراخ الكفته دي كفته فراخ على لحم، يعني كان من ده على من ده، لكن الفراخ كانت كميتها اكبر من كميه اللحم.